رحلات من خلال النادي، الحفاظ على اللاعبين الموجودين وعدم بيعهم، وايضا قطاع الناشئين لازم المصري يطلع ما يقعدش يشتري. وقبل ما تجاوبني على الاربعه دول هسالك سؤال مهم قوي. احمد الشناوي حارس مصر الاول القادم. احمد الشناوي من يومين قال لك ده خلاص اتفق مع الزمالك، وقبليها قال لك ده في يناير رايح الاهلي. ايه حكايه احمد الشناوي؟ احمد الشناوي لن يلعب في مصر الا للنادي المصري ان شاء الله. كلام ده شيء طبيعي جدا يعني. وهو عايز يحترف. وهو انا واحد من الناس اللي شايفه انه مش بس من احسن حراس المرمى في مصر، لا ده كمان سنتين ثلاثه هيبقى من احسن حراس المرمى في العالم. انت هتحاول تساعده نجيب له عقود احتراف بره؟ طبعا مفيش شك. جاله حاجه يا استاذ كمال؟ هو في حصل كلام ده، بس حاجات كلها انديه يمكن اقدر اقول لك يعني مش المستوى. احمد الشناوي ده يلعب في مدريد، يلعب في برشلونه، يلعب ده بفوق الجديد بتاع. طب ما هقول لحضرتك حاجه معلش عشان اختلف معاك. دايما احنا في مصر كمصريين، مش حضرتك عامه، بنتنك شويه. يعني اللاعب في افريقي بيطلع يلعب في نادي درجه ثانيه وبعد كده درجه اولى وبعد كده دروجبا بيبقى افضل لاعب في اوروبا. احنا عندنا عايزين نطلع اللعيب على الريال على طول، نطلع اللعيب على الارسنال. لا انا بقول لك لازم ياخد خبرات سنه سنتين وبعد كده ولا ايه رايك؟ انا بالنسبه لي احمد الشناوي ده يعني موهبه كبيره، مش يعني لا موهبه كبيره جدا. فده عاوز تخطيط، يعني عاوز حد يرعاه. وانا واحد من الناس اللي فعلا يعني مقتنع جدا ان هياخد دوره. بالعكس ده هو النهارده احمد الشناوي راح يلعب مثلا في ميلان او يوفنتوس، مش هسيبك من مدريد عشان ما نقولش ده وده. ده يعني ده مكانه الطبيعي فعلا. يعني انت من خلال سنه او سنتين بتحاول تسوقه. والنهارده بيلعب في المنتخب، مين مش هيشوف؟ انت عارف ان حضرتك احتمال عصام الحضري ما يتاخدش لان عصام الحضري ما بيلعبش. ايوه. مع المريخ ومحاولينه التحقيق يوم الخميس اللي جاي في السودان، فاحتمال برادلي يعتمد على الشناوي. وده شيء طبيعي جدا، شيء طبيعي جدا ان الشناوي هو لانه هنبص برضه لقدام. يعني كمان سنتين 3 سنين اعتقد ان الشناوي هيبقى حارس مرمى الاول. طيب توحيد الروابط. احنا بدانا، لكن طبعا هم يعني في اختلافات كبيره جدا بينهم وبين بعض، بنحاول نلمها وده هتاخد شويه وقت علشان الناس تقتنع وتفهم ان بموضوع التوحيد. انا هرد برضه على موضوع الناشئين، موضوع مهم جدا. احنا ابتدينا السنه دي البدايه مختلفه خالص. بص يا خالد، السنه اللي فاتت احنا الملاعب بنأجر ملاعب في كل حته. احنا كمان شهر بالظبط هنفتح ملعب الفرع بتاعنا. عندنا تقريبا ملعبين. حاجه صناعي ولا ملعب؟ لا طبيعي. وبعدين ملعب الهدف كمان شهر بالظبط برضه هيفتح خلاص. يعني احنا دلوقتي النجيل بتاع ده بصراحه ده الكابتن انا مريده هو اللي جابه لنا من الاتحاد الدولي. هو بيتدربوا على الاستاد المصري ده صح؟ ده الاستاد النادي المصري. ملعب الهدف اللي هو بيبقى منحه من الاتحاد الدولي ده النجيله واصل حاليا في الجمارك. احنا حاليا بنعمل السور كمان اسبوعين، يعني كمان شهر كتير جدا الملعب ده يكون جاهز. وده يعتبر انجاز كبير جدا. هيبقى عندنا النادي المصري عنده غير الملعب الرئيسي بتاعنا عندنا 3 ملاعب ثانيه، وده الحمد لله تعتبر. طب بالنسبه يعني للرحلات، الرحلات بننظمها لحد دلوقتي. يعني هو الاقتراح الاخ دلوقتي اللي قالوه ثانوي ده كويس جدا كفكر، لكن تنفيذ هل ممكن تتنفذ؟ صعب. انت عارف اتوبيسات وانا جيت وقعدت مكان يعني هتحصل فيها مشاكل كتير جدا، لكن فكرته فكره هايله. فكره هايله جدا، لكن تنفيذها وخصوصا في الوقت الحالي دلوقتي كل الناس بتتخانق مع بعض. صعبه دلوقتي جدا تنفيذها. طيب معلش هاخدك في حته الفن شويه. حضرتك تحب الفن اكتر ولا الكوره اكتر؟ لا هقول لك ازاي. يعني الفن اسهل من الكوره. اسهل من الكوره بكتير جدا. في ايه بقى؟ في كل حاجه. انت بتشتغل بفلوسك. لو حاجه ما طلعتش على المستوى انت يعني ما حدش بيحاسبك. لكن الكوره حاجه حساسه زياده عن اللزوم. يعني انت لو حتى يعني بيتكلم متى على صفقه اللاعب الفرنسي ما حدش بيرحم. يعني في انا غلط. حضرتك
احنا جبنا 10 لعيبه، جبنا 20 لعيب. بس مش معلش احترامي، مش كابتن طلعت يوسف هو المسؤول عن الاختيارات؟ ومفيش شك 100%. طيب يبقى لكن انا اقول لك يا رئيس نادي برضه انت مش مسؤول، هو بيقول لك اوكي فبتقول اوكي. لا بس برضه انا كرئيس نادي برضه ما اقدرش اقول لك النهارده. انا اول حاجه كابتن خالد، احنا ربنا بيحبنا، وانا يمكن مش عاوز اقول هذا الكلام عشان هو حاليا معانا، لكن الكابتن طلعت يوسف فعلا حاجه تاني خالص، حاجه منظم وكل حاجه منظمه. انا بتكلم قصدي بس يعني عايز اقول لك ممكن نغلط في حاجه، ممكن شفتوه من خلال السيديهات. وبعدين الموضوع ما كلفناش يعني زي طب هسألك سؤال بالنسبه للفن كمان، حته يعني انت حضرتك بتقول ممكن الناس ما تحاسبنيش، لا الناس بتحاسب لما بتخش السينمات وبتشوف الافلام، لكن انا من وجهه نظري انت مش المنتجين بتوع المقاولات اللي هو يعني تعمل فيلم فيه رقص وشويه بتاع كده وتكسب فلوس، لان انت اوريدي بتصرف فلوس على المصري من غير ما. لا بس اقول لك حاجه، يمكن انا بعتبر ان النادي المصري هو واجب عليا كمواطن بورسعيدي. وبعدين عاوز في يوم من الايام افرح الناس دي كلها. ده امنيه يعني. انا متهيألي مثلا لو خدت اي بطوله ولا حاجه يمكن الله اعلم متهيألي اليوم ده هيبقى من يمكن اهم يوم في حياتي فعلا. طيب هنشوف المصري هياخد بطوله ولا مش هياخد بطوله، ولا السنه دي عايز يبقى في المربع الذهبي؟ لا بس انا عشان برضو ولا هيروح بطوله افريقيا. احنا ما بنقولش بطوله، احنا بنقول دلوقتي ايه، بقول لك لو، لكن احنا دلوقتي بنتكلم على ان احنا هدفنا هذا العام ان شاء الله المربع الذهبي، المشاركه في اي بطوله افريقيه او عربيه. بس هو ده الهدف بتاعنا. نطلع الفاصل اعلان اخير ونرجع نكمل حوارنا مع الاستاذ كامل وعلي رئيس النادي المصري والمنتج السينمائي الكبير.